الأهلي يفوز على سيراميكا في مباراة مستحقة جدًا في قبل نهائي كأس السوبر طبعًا، وهنستنى طبعًا ماتش الزمالك وبيراميدز عشان بإذن الله اللي هنيجي هنقزقزه، إن شاء الله بإذن الله يعني. النادي الأهلي عمل النهارده ماتش عالمي، حرفيًا الخطوط متقاربة لبعضها بخصوصًا بس هي غلطة الهدف اللي هو زي ما قُلت فرع جديد لقناة السويس ما بين خط النُص والدفاع وما شاء الله يعني خط قناة السويس يعني ما شاء الله أي حد يخش فيها وغلطات دفاعية بقى لنا فترة يعني يا رب يستر يشوف لنا حل في الموضوع ده، لإن خلاص يعني إحنا قضينا، إحنا رايحين لماتش final وهو بنسبة 70% هو بيراميدز هنقابل بيراميدز بنسبة 70% رغم إن الزمالك كعبه عالي على بيراميدز كتير سبحان الله، أنا يعني أنا مش فاهم المعضلة دي، الزمالك تلاقيه يعني مستواه سيء جدًا بس يطحن بيراميدز، أنا دي ما أنا مش عارفها، هل بقى بيراميدز يعني أنا مش فاهم، تيجي قدّام الأهلي تبقى عارف ريال مدريد، بايرن ميونخ، برشلونة في قلب بعض، فيعني قوّوا عضلاتكم كده قدّام الغريم، بس أنا بصراحة لو هاتمنى الأهلي والزمالك ماتش يبقى ممتع، ماتش يبقى جماهيري، ماتش يبقى مثير، ماتش يبقى ليه كده طعم، حتى لو كسبته يبقى ليه كده طعم، فاهم أنت؟ هتفوز بالسوبر على حساب بيراميدز، مين بقى نفرين بقى اللي هم بيشجعوهم، مع احترامي طبعًا معظم جماهير الزمالك طبعًا بتشجعهم يعني دي بغض النظر دي حاجة مضايقاني وحاجة مش حاببها، لإن أنا كنت مع واحد زملكاوي امبارح كنا بنتكلّم في النقطة دي، وقال لي: "أنا مش حابب ده، أنا مش حابب إن جماهير الزمالك بتشجّع عشان الأهلي وبيراميدز ما بيحبّوش بعض، فأنا يعني إيه، باحب اللي يغيظ الأهلي." فاهم؟ فدي أنا مش متوافق، أنت بتشجّع فريقك المحلي المفروض اللي هو الزمالك وبس، ما تشجّعش حد تاني، فيعني على العموم إن الحمد لله إن إحنا فُزنا النهارده بأداء مطمّني شوية، في عندنا تأثير في الدفاع كتير إن شاء الله يقدر يحلّها ويقدر يوظّف اللعيبة بشكل أمثل، بعيدًا عن شوية الهواه اللي نزلوا في الآخر أنا اتجلطت. عبد القادر وطاهر جلطوني، يعني حرفيًا إحنا بنلعب كورة يعني والله العظيم لو بنلعب في الشارع كنا يعني عملوا أداء وتركيز في إنهاء الهجمة بشكل أفضل من كده، ده بيباصوا لبعض ونُص ساعة عقبال لمّا يباصوا له وانفراد تام بالمرمى، أنا مش فاهم عبد القادر وطاهر لا، لا، لا. كواليتي هو مضغوطين، يعني مش عايز أجي عليهم وهُم لعيبة ونفسيّة وكل حاجة، بس هُم مضغوطين، فيعني المفروض المدرب يعرف ده ويقعّدهم شوية، فالحمد لله إن إحنا صعدنا عقبال النهائي بإذن الله إن شاء الله أيًا كان، إحنا مستعدين ليه، وألف مبروك يا أهلاوية وعقبال السوبر بإذن الله.